ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك تحت الفيديو. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه النهارده كده انا بداتها معاكم ان انا هعمل كشري. بجد كان نفسنا فيه جدا جدا، فقلت بصراحه والله ان انا قايمه وعامله. اول حاجه جبت عندي كده حله كبيره، عشان بصراحة الكشري اللي بيكسلني منه ان هو بياخد مواعين كتير جدا. فانا بصراحة انا قررت النهاردة ان انا اعمل الكشري كله في حلة واحدة، واوريكم الطريقة ازاي. وكمان الرز بتاعي والمكرونة والشعرية كلهم هيطلعوا مفلفلين وحلوين جدا ومش هيعجنوا. وازاي تظبطي مقدار المية بتاعته؟ تعالوا نشوف كده. لو عايزة كمان اقولك المعيار بالكوباية هنقول، وبالنظر كده برضه هنقول. اول حاجه كده بننزل بشويه زيت كده، كوبايه مثلا، يعني مثلا على حسب الكميه، انا على الكميه اللي انا هعملها. نزلت كده بشويه زيت كده حلوين كده معتبرين شويه كده حلوين، وسبتهم كده يسخنوا. واول ما بداوا يسخنوا بدات كده انزل عليهم بالشعريه بتاعتي. هبتدي كده اقلبهم لحد ما الشعريه بتاعتي بتبتدي تاخد كده لون او تغير لون كده. هنزل بعد كده عليها بالمكرونه. انا بصراحه ما حبيتش ان انا احط العدس معاهم، انا فصلت العدس عن الشعريه، فحطيت العدس كده في طاسه كده لوحده يتسلق. كنت بصراحه حطيت له كده شويه ميه كده دافيه، وحطيته ورفعته على طول على النار بعد ما غسلته طبعا كويس جدا جدا. واي ريم او اي حاجه بتطلع على الوش انا بشيلها على طول. وبتخلص منها. اول ما بلاقيه خلاص كده قرب يستوي او داخل في السوا بنزل بالملح بتاعي عليه. ما بحطش الملح من الاول علشان الملح بيأخر السوا. فلما تحطيه كده خلاص هو دخل في السوا بيبقى كويس، يعني بتبقى خلاص كده الحاجة كده متملحة وحلوة. يا دوب تحطيه وتطفيه بعديها بشوية بس. وبعد كده بصفيه وبستخدمه. بعد كده نزلت كده بالشعرية بتاعتي. انا مش عايزة المكرونة بتاعتي متحمر، عايزاها تبان زي المسلوقة. فهنزل كده بالشعرية، بعد كده هنزل بالرز. وطبعا هنقلب الرز بتاعنا كويس جدا جدا على حد ما الرز بتاعي يتغلف كده بالزيت كده. الشعرية بتاعتي اتغلفت كده بالزيت والرز بتاعي اتغلف بالزيت. بعد كده هنزل بالمكرونة كمان اغلفها بالزيت بتاعي. عشان ليه بنعمل كده او بنقلبهم بالطريقة دي؟ علشان لما الحاجة بتتغلف كده بالزيت على النار ما بتعجنش وبتطلع معاكي مفرفرة وحلوة وجميلة زي ما انتم شايفين كده. هنزل يا دوب كده. اول ما بنزل من المكرونه ما بسيبهاش كتير عشان ما تاخدش لون، لان انا عايزاها زي المسلوقه. فبقلبها كده يا دوب نص كده، يعني اللبتين كده 3 4 كده، وبطفي على طول او بشيل يعني بحط الميه على طول. يا دوب اول ما الاقي كده المكرونه بتاعتي سخنت كده واتغلفت كده في الزيت قدامي كده، انا اكيد شايفاها طبعا قدامي، فانا اكيد بالنظر هعرفها. بعد كده اخد الميه كده جنبي وانزل على طول بالميه. هرش بس الملح بتاعه ونظبط كده الملح علشان الحاجه بتاعتي تكون متملحه كويس جدا ومتظبطه كده من لو عندك مرقه ضيفي، مش عندك الملح كويس جدا يعني بصي براحتك. انا بصراحه استفيد كده بالمكعب كده مرقه خضار. وطبعا انا بحب كده اعمله كده، اكسره كده الاول في الحله قبل ما اضيف الميه علشان ما الاقوهوش قطع في الرز والمكرونه. وهنقلبه كده كويس جدا مع بعض. وهنزل بيه المية. طبعا مقدار المية بتاعتي انتي عارفة نفسك. مثلا انا هقولك بالكوباية وهقولك من غير الكوباية. انتي عارفة نفسك عايرة مثلا كوباية رز وكوباية مثلا شعرية وكوباية مكرونة، هتحطي نص كوباية مية للشعرية وكوباية مية للرز وكوباية مكرونة كده. كوبايتين ونص او 3 الا إيه هيطلع معاكي مفرفر وحلو وجميل. لا مش يعني انت مش معايره ولا اي حاجه. تغطي الرز بتاعك بالميه او بس بنزوده شويه كمان، بنعمل حساب المكرونه بس. يعني جربي دي وهيطلع معاكي بجد مفرفر وحلو وجميل ومش معجن خالص خالص خالص. هنا انا بصراحه ما كانش معايا بصل كتير، ما كانش معايا غير الحبه دول، فبصراحه ما رضيتش اعمل بصل كده لوحده واحطه على الوش مقرمش. فقلت هعمل الخطوه دي بديله يعني وكده. هحمر كده البصل بتاعي في شويه زيت كده حلوين.
وهنزل لحد ما يحمروا زي كأني هحمرهم بالظبط على على النار واشيلهم. وبعد كده هنزل عليهم بملعقة كده من الصلصة الجاهزة العلب. وبعد كده هنزل عليهم شفشة كده من الطماطم انا كنت ضربته. انا استخدمت صلصة الهاروفست، بجد بجد حلوة جدا بصراحة. لا يعلى عليها بجد بجد. انا جربت كذا نوع صلصة بس دي بجد تحفة تحفة تحفة. وهنزل عليها واسيبها لحد ما تتسبك خالص وتنطر الايدام بتاعها على الوش. هضيف لها البهارات بتاعتي: كزبرة، فلفل اسود، سنة كمون صغيرة، والملح، ومكعب كده من المرقة بس. وهغطيهم واسيبهم. دي صلصة الكشري، ما بضيفش اي حاجة تاني. وهشوفها كده اول ما تنطر الايدام بتاعها على الوش هتكون كده اتسبكت. تعالوا يعني هنشوف برضو شكلها عامل ازاي. هسيبها كده لحد ما تتسبك. تعالوا كده نشوف الرز بتاعنا مع المكرونة شكله عامل ازاي، والعدس كمان استوى. بصوا كده شايفينه؟ بصوا بجد بجد يعني. بصوا الصورة موضحة هو مفرفر ازاي وحلو وجميل. بصوا كده حلو حلو حلو. كنت بصراحة برضه عملت الدقة بتاعتي. يعني انتوا عارفين اكيد دقة الكشري. انا ما بسويش الدقة على النار او التوم على النار. بعمله ازاي؟ بفصص كده مثلا واحدتين توم وبعملهم بهرسة التوم، وبعد كده بنزل عليهم بشوية خل وعصرة ليمونة وكمون وكزبرة، وبقلبهم كده مع بعض. بنزل عليهم بشوية مية. دي الدقة بتاعتي. هنا شايفين الصلصة نطرت كده الإيدام بتاعها على الوش واتسبكت كده 10 كده على 10. بقت بجد تحفة تحفة تحفة. بس هبتدي اغرف كده الاكل بتاعي، مش هياخد وقت. هنا كنت هعمل العدس، حطيته كده على النار وكان استوى. بس المقطع ده كان المفروض في الاول فهو اتبدل. وهنا شايفين شكل الكشري كان عامل ازاي؟ بجد تحفة وخطير وحلو وجميل. بصوا كده تعملي يعني بنشتريه بالغالي من بره. شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو كده وجميل. بس ده